فيلمنا بيبدأ مع ستيلا لحظة ولادتها وهي مولودة وشكلها مختلف تماما عن أي بنت تانية بسبب شعرها المقسوم نصين، نص لونه أبيض ونص لونه أسود. وبيبدأ الناس إنهم يعاملوها على إنها مختلفة عنهم وبيتجنبوها. وبتكبر ستيلا وبتبقى قاسية شوية في آرائها عموما حتى مع مامتها، علشان كده بتوجه مامتها كلامها لبنتها وبتقولها إن فيها شخصيتين، ستيلا وكرويلا، وإن ستيلا هي الشخصية اللطيفة وكرويلا هي الشخصية الصعبة والقاسية. وبيجي وقت تدخلها المدرسة وبتحاول والدتها إنها تخليها هادية مع زمايلها وتبقى دايما ستيلا بس، ولكن بتبقى شبه المغناطيس اللي بيجذب المشاكل. ومع كل مشكلة بتعملها في المدرسة بتاخد مخالفة في دفترها وبتتعرف على صديقتها الأولى والوحيدة أنيتا، وبتلاقي كلب صغير وبتقرر تربيه وتسميه بادي. وبتفضل مشاكلها تزيد لأنها ما بتقبلش إن أي حد يتنمر عليها لحد ما بيقرر مدير المدرسة إنه يرفدها من المدرسة. ولكن والدتها بتقول للمدير إنها قررت تنقلها من المدرسة لأن المدرسة غير مناسبة لقدرات بنتها وعبقريتها، وبما إنها تسحبها من المدرسة يبقى غير مسموح للمدير إنه يكتب في ملفها إنها اتطردت. وبتعمل والدتها كده عشان ما يأثرش طردها على قبولها في أي مدرسة تانية. وبتنتقل ستيلا ومامتها لندن، وفي خلال سفرهم بتضطر مامتها تقف في قصر هيلمان عشان تطلب مساعدة من صديق قديم يساعدها في حياتها الجديدة في لندن. وبعد ما بيوصلوا القصر بتطلب مامة ستيلا منها ما تتحركش من العربية لحد ما ترجع لها تاني، وبتديها السلسلة بتاعتها قبل ما بتنزل. ولكن ستيلا ما بتقدرش تكتم فضولها وبتنزل من العربية، وبتقدر انها تدخل الحفلة الموجودة في القصر وهي مستخبية في عربية التورتة. وبتكون الحفلة عبارة عن عرض أزياء، وبتنبهر ستيلا بالفساتين والازياء اللي بتشوفها لحد ما بادي الكلب بتاعها بيهرب من ايدها. وبتبدا كلاب الحراسه في مطاردتها هي وكلبها وبيجروا وراها لحد ما بتشوف ستيلا مامتها وهي بتتكلم مع البارونه صاحبه القصر في البلكونه اللي على حرف الجبل. وبتجري ستيلا ناحيتها لحد ما بتقع في الجنينه، وبتلاقي ان الكلاب سابتها وجريت ناحيه مامتها وبيوقعوها من على حرف السور. وبتكون ستيلا السبب في موت والدتها. وبتسمع ستيلا ان البارونه بتتهم مامتها وبتقول عليها انها كانت بتبتزها وبتطلب منها فلوس تمن سكوتها لحد ما الكلاب جت وهجمتها. وغالبا الكلاب كانت بتطرد حد تاني. وبترجع الكلاب تدور على ستيلا لكنها بتكون هربت من القصر، وسلسله مامتها بتكون وقعت منها في الجنينه. وبتفضل ستيلا في العربيه اللي هربت فيها لحد ما بتوصل لندن، وبتنام جنب النافوره اللي كانت بتتمنى انها تشوفها مع والدتها قبل ما تكون السبب في موتها. وبتصحى تاني يوم وبيكونوا قدامها طفلين شغالين حراميه وهم هوراس وجاسبر وكلبهم وينك. وقبل ما تتعرف عليهم بتبدا الشرطه انها تطاردهم، وبتضطر انها تهرب معاهم بدل ما تدخل السجن لحد ما بتدخل المخبأ بتاعهم وبينجحوا انهم يهربوا من الشرطه وبيتعرفوا على بعض. وبعد ما بتكون ستيلا بتتمنى انها تبقى مصممه ازياء بقت مجرد حراميه في العصابه بتاعت جاسبر. واول حاجه عملتها هي انها سبرت شعرها واخفت شخصيه كرويلا تماما من الوجود. وبتعدي 10 سنين وبتكبر ستيلا وبيكبر معاها هوراس وجاسبر وبيبقوا احسن عصابه تسرق الناس، لدرجة انهم بيكونوا مدربين كلبهم وينكا عشان يساعدهم في نجاح السرقات اللي بيعملوها. وبتكون ستيلا هي المسؤولة عن عمل الازياء التنكرية اللي بيستخدموها في السرقات علشان ما يتكشفوش. وبالرغم من نجاحهم في العمليات اللي بيعملوها الا ان ستيلا دايما كانت حاسة ان في حاجات اهم نفسها تعملها في حياتها. وبتفضل ستيلا شايفة حواليها في كل حتة إعلانات عن دار البارونة للأزياء وعن مجموعة الأزياء الشتوية الجديدة بتاعتها، لحد ما في يوم بيجيب لها جاسبر هدية عيد ميلادها. وبتكون قاعدة توظيف قدر يجيبه بطريقة ما في محل ليبرتي للأزياء الخاص بالبارونة، وبتحتفل بهديتها على النافورة. وبتحكي لمامتها إنها أخيرا جالها فرصة لتحقيق حلمها. وبتروح للمحل وبتستلم وظيفتها الجديدة واللي بتكون عملية نظافة بسيطة، لكنها بتحاول إنها تقترح على مديرها أفكارها وإنه ممكن يستفيد من أفكارها في تصميم الملابس، ولكنه بيستمر في تجاهلها لأنها عملت نظافة مش أكتر. وبسبب زنها وقلة اتباع التعليمات بيعاقبها مديرها انها تنظف كل المكتب بتاعه بعد ساعات العمل الرسمية. وبتفضل قاعدة لوحدها في المحل بعد ما كله مشي، وبتطلع ازازة الويسكي من دولاب مديرها وبتشربها وهي بتتمشى في كل المحل لحد ما بتروح لمانيكان في الواجهة الرئيسية للمحل، وبيكون الفستان معروض بطريقة مش بتعجبها. وبتقرر انها تعدل المانيكان والواجهة كلها على مزاجها لحد ما بتنام. وبتصحى تاني يوم وبيكون كل الناس اللي في الشارع بيتفرجوا على طريقة عرض الفستان، وبيصحيها مديرها وبيطلبها فورا في مكتبه. وقبل ما ياخدها لمكتبه بتكون البارونة بنفسها وصلت المحل في زيارة مفاجأة، وبتشوف الواجهة بتاعت المحل وبتطلب فورا العمل كده في المانيكان. وبيتكلم المدير ان ستيلا هي المسؤولة عن كل اللي حصل لكنه طردها خلاص من المحل. فبتطلب البارونة من المساعد بتاعها انه يدي لستيلا كارت خاص بيها ويقول لها انهم مستنيينها الساعة 5 في العنوان الموجود في الكارت وانه تم توظيفها. وبتأمرهم البارونة انهم يسيبوا ستيلا، وبتهرب ستيلا برا المحل وبتتجهز وبتروح في الميعاد. وبتشوف البارونة وهي بتقرا الخبر المكتوب عن اخر عرض ليها وانه حقق نجاح كبير جدا وان البارونة فعلا عبقرية، وبتقول لهم يجهزوا للعرض الجديد. وبتطلب من ستيلا انها تصمم اي زي جديد حالا تشوفوا البارونة. وبتبدا ستيلا انها تتحرك في المكان لحد ما بيجي الوقت اللي بتشوف فيه البارونة كل المصممين وازيائهم وبتقيمهم. وبتعترض
بترسم بارونا على كل الازياء اللي قدامهم لحد ما بتوصل قدام تصميم ستيلا، وبيبان انه جذب انتباهها، وبتطلع الموس بتاعها وبتعدل فيه قدام ستيلا، وبتفرح ستيلا ان تصميمها عجب البارونا، وبتتمشى في الشارع وبتشوف ان في فستان جذبها في محل بسيط، وبتدخله وبتتعرف على صاحب المحل اللي اسمه ارتي، وبتقوله انهم هيبقوا اصحاب الفتره الجايه، وبتسيبه وبتطلع على شغلها، وبتاخدها البارونا لقصرها وبتشوف ستيلا الخزنه بتاعتها وطريقه فتحها ومفتاح ابطال جهاز الانذار والليزر، وبيكون المفتاح متشال مع حارس واحد بس، وبتأمرها البارونا تصمم فستان على بال ما تغير هدومها، وبتوريها ستيلا التصميم اللي رسمته، وبتقولها البارونا انت ممكن تبقى حاجه كبيره قدام، وبتفرح ستيلا جدا بكلامها وبتروح النافوره عشان تحكي اللي حصل لمامتها، وبتبدا ستيلا تعدل على التصميمات مع البارونا لحد ما في يوم بتشوف السلسله بتاعت مامتها لابساها البارونا وبتسال على اصلها، وبتقولها البارونا ان السلسله دي كانت بتاعتها من زمان لحد ما الخدامه بتاعتها سرقتها منها، لكنها كانت غبيه انها ترجع بيتها تاني، وساعتها وقعت من على حرف الجبل وماتت، وكانت راجعه تبتزها لكن الموضوع انتهى بموتها. وبيدخل عليهم روجر المحامي بتاع البارونا عشان يفكرها ان عندهم اجتماع مهم، وبتشوفها ستيلا وهي بتقلع السلسله من رقبتها وبتشيلها في علبه معجون الحارس بتاعها، ويبقى نفس الشخص اللي كانت والدتها بتتكلم معاه في القصر يوم وفاتها، وبتروح ستيلا النافوره بتاعتها وبتفضل قاعده هناك لحد ما بتلاقي جاسبر وهورس جايين لها لانهم عارفين انها دايما بتقعد عند النافوره، وبتقول لهم ان البارونه هي اللي كانت بتكلمها والدتها يوم موتها، وانها ما كانتش تعرف انها كانت في حفله تبع البارونه نفسها، ده غير انها اتهمت امها بالحراميه وقررت ترجع السلسله بتاعت مامتها ليها تاني، وبيبداوا انهم يحطوا خطه سرقه السلسله من البارونه يوم حفله اسمها حفله الابيض والاسود اللي هتتعمل في بيت البارونه، واول خطوه هي ان ستيلا تعرف كل الاجراءات الامنيه واماكن الكاميرات خلال فتره نوم البارونه واللي بتكون 9 دقائق واماكن نشر الحراس، والخطوة التانية هي تعطيل النظام الأمني وسرقة السلسلة من خزنتها، ولازم مصدر إلهاء عشان ستيلا تقدر تسرق مفتاح الخزنة من الحارس، وأفضل مصدر إلهاء للبارونة هي إنها تلاقي حد لابس أحسن وأشيك منها، علشان كده ستيلا هي اللي هتبقى مصدر الإلهاء نفسه، لكن جاسبر بيحذرها إنها لو ظهرت في القصر أجمل من البارونة ساعتها هتخسر وظيفة أحلامها مع البارونة، وبعد تفكير بتقرر ستيلا إنها مش هي اللي هتروح الحفلة، إنما هتخلي كرويلا هي اللي هتظهر في الحفلة، وتفضل ستيلا شغالة مع البارونة بدون ما تتفضح، وبيبدأوا في تنفيذ خطتهم، وبيدخل جاسبر من خلال المجال لأوضة النظام الأمني عشان يعطلوا، وبيقدر هورس إنه يدخل الحفلة على إنه عامل في شركة إبادة حشرات، وبتدخل كرويلا الحفلة وهي لابسة لبس يجذب الانتباه، وبمجرد ما بترمي على لبسها عود كبريت بيختفي وبيظهر تحته فستان يعتبر أجمل فستان في الحفلة كلها، وبيكون في مصورة تبع جريدة بتصور كرويلا، وأول ما البارونة شافت إن حد لابس أحسن منها في حفلتها بتؤمر حراسها إنهم يطردوا كرويلا بره بيتها، وبتنجح كرويلا إنها تسرق مفتاح الخزنة بتاعة البارونة وبترميه لهورس اللي مستنيها في الدور التاني، وبيروح ناحية الخزنة بتاعت البارونة وبيفتحها لكنه ما بيلاقيش السلسلة جواها، وبيتقبض على هورس بسبب فشل جاسبر في إبطال الكاميرات، ولكن بدل ما البارونة تطرد كوريلا من الحفلة بتطلب منها إنها تقعد معاها وبتسألها عن سبب دخولها لحفلتها، وبتفضل تتكلم معاها في أي حاجة عشان تجذب انتباهها ليها لحد ما جاسبر يتصرف وبيتنكر في جرسون الحفلة وبيحط فران على الأكل اللي هيتقدم للبارونة، وبمجرد ما البارونة تشوف الفران بتصرخ وبتنتشر الفران في الحفلة، وبيهرب هورس من الحراس لكنه بيقع من الدور التاني على التورته اللي في الحفلة وبتتكسر الاسطوانة اللي معاها وبينتشر الغاز في الحفلة، وبتنجح كرويلا انها تسرق السلسلة من رقبة البارونة وترميها للكلب بتاعها المستخبي تحت ترابيزة جوه الحفلة، ولكن البارونة بتاخد بالها ان السلسلة في بق الكلب وبيحاول يهرب بيها، فبتطلع صفارة وبتصفر بين الكلاب بتوعها اللي هاجمت كرويلا زمان علشان يجروا ورا الكلب ويمسكوه، وبتفتكر كرويلا لحظة وفاة امها انها سمعت صوت الصفارة دي ساعة ما الكلاب كانوا بيطردوها، وبتتأكد انها مش سبب موت والدتها وان اللي قتلتها هي البارونة اما صفرت وخلت كلابها يهجموا على امها ويرموها من فوق الجبل عشان تموت، وبتهرب كرويلا من الحفلة وبتشوف ان كلبها بادي وقعت منه السلسلة، وكلب تاني من كلاب البارونة مسكها لكنه غلط وبلعها، وبيكملوا كلهم هروب من البيت، وبتسرق كرويلا عربية من العربيات الموجودة قدامها، وبتكون عصبية لانها عرفت ان امها اتقتلت وبتقرر تنتقم من البارونة، وبيجي تاني يوم وبتشوف كرويلا صورتها في الجورنال وبيكون تحت صورتها اسم الصحفية والمصورة انيتا صديقتها من الطفولة، وبتحضر كرويلا نفسها وبتبلغ جاسبر وهورس انهم لازم يخطفوا ال3 كلاب لان واحد منهم اكل السلسلة، وبعد ما يجيبوهم ساعتها هتبلغهم بالخطة الجديدة للقضاء على البارونة نهائيا، وبتسيبهم وبتطلع على مقر الجريدة اللي شغالة فيها أنيتا، وبتقابل أنيتا وبتقول لها إنها عايزة تنشر كل أخبارها عندها في الجورنال لأنها ناوية تستقل بشغلها وتعمل فن جديد في عالم الأزياء، وفي نفس الوقت بيكون جاسبر وهورس عرفوا الصالون اللي موجودين فيه كلاب البارونة، وبيدخل عليهم وينك وبيخليهم يجروا وراه لحد ما بيدخل العربية بتاعت جاسبر وبيحبسوهم فيها وبيهربوا بيهم بعيد عن الصالون قبل ما حد يشوفهم، وبيروحوا بيهم المخبأ بتاعهم وبيلاقي كرويلا جايه لهم ومع ارتي صاحب محل الملابس علشان يساعدها في خطتها، وبتبدأ انها تدي الأوامر لجاسبر وهورس وطريقتها بتتغير معاهم تماما كأنهم شغالين عندها،
وبتقولهم إن شخصية كرويلا كانت مستخبية بقالها كتير، وجي وقت إنها تستلم القيادة شوية بدل الساذجة ستيلا. وبتوصل كرويلا وهي بشخصية ستيلا الشغل، وبتكون البارونة متعصبة بسبب إن حد شاركها الأخبار، وبتطلب من المصممين بتوعها تصميمات جديدة لمجموعة الربيع. وبتبص لها ستيلا وهي بتفكر إزاي هتسلب منها شغلها ومركزها وثقتها كمان وتدمرها تماما. وبتبدأ كرويلا إنها تطارد البارونة في كل حفلة تحضرها وبتغطي عليها، وبتكون أنيتا موجودة في الحفلة بتصور وبتكتب اللي بيحصل. وبتستمر كرويلا في إطلالتها العظيمة على حساب البارونة لدرجة إنها في مرة بتقدم نفسها فوق عربية البارونة بعد ما بتحبسها جواها. وبتبقى كرويلا هي حديث الصحافة والمجلات، وبقت تسرق العروض والأضواء من البارونة بمنتهى السهولة بسبب أزيائها ودخلاتها الغريبة، زي ما في مرة بتظهر وهي خارجة من عربية قمامة ومن وسط كل التصاميم اللي اتقدمت للبارونة إلا إنها تستقر على الفستان اللي ستيلا صممته. وبيكون هورس هو اللي بيوصل لشركة البارونة قطع الزخرفة الخاصة بفستان ستيلا، وبيتم تصميمه بطريقة تبهر أي حد يشوفها. وبيكون من ضمن الخطة إن جاسبر وهورس يقتحموا شركة التصميم، ويتعرف إن في عصابة حاولت تقتحم الشركة لكنها فشلت إنها تسرق حاجة منها، وبالتالي هيتحط كل الفساتين في الخزنة الكبيرة ويتقفل عليهم. وبيجي وقت العرض الكبير لتشكيلة الربيع واللي بتكون البارونة مخبيهم في الخزنة بتاعتها. وبتأمر البارونة جون المساعد بتاعها إن أول ما ستيلا تظهر يمسكها ويحبسها في أي مكان، لأنها شاكة إن ستيلا هي كرويلا. ولكن ستيلا ما بتجيش الحفلة، وبيحاولوا حراس الخزنة إنهم يفتحوا الخزنة لكن ما بيقدروش بسبب إن في حاجة دخلت في الدايرة الكهربائية المسؤولة عن فتح باب الخزنة وبوظتها. وبتأمرهم إنهم يفتحوا الباب بأي شكل، وأول ما بيفتحوه بيلاقوا حشرات كتير خرجت من الخزنة وطارت ناحية الضيوف وخلتهم يجروا برا الشركة. وبيكونوا جايين من فستان ستيلا اللي هي صممته وزخرفته بنفسها، لكن ستيلا بتكون زخرفته بيرقات حشرات حية. وبتكون الحشرات كانت مستنيه باب الخزنه يتفتح عشان يطيروا بره الخزنه بعد ما بوظوا كل التشكيله اللي كانت موجوده جوه. وبمجرد ما كل الضيوف بيهربوا بره الشركه بتاعه البارونه بيلاقوا حفله كبيره معموله عند النافوره بتاعه ستيلا، وبتكون كرويلا هي المسؤوله عنها. وبتظهر كل العارضات اللي لابسين تصميمات كرويلا، ومعاهم كرويلا لابسه تصميم فكرته جايه من جلد كلاب البارونه المخطوفين، لحد ما تيجي الشرطه وبتنهي الحفله. وبتاخد البارونه بالها ان في واحد في الجماهير هو نفس عامل التوصيل اللي جاب اليرقات لشركتها، ومن خلاله بتقدر انها توصل للمستودع بتاعهم. وبتيجي كرويلا بتلاقي ان جاسبر وهورس متكتفين وحواليهم البارونه وحراسها واقفين مستنيينها، وبتقولها البارونه ان مستحيل حد ينتصر عليها وانها تولع بيها المكان بتاعها، وتقول ان المساعدين بتوعهم السبب. وبكده تكون خلصت منها هي واللي معاها تماما. وفعلا بتولع البارونه في مكان كرويلا وبتسيبها وهي متكتفه في الكرسي بتاعها لحد ما بيغمى عليها من كتر الدخان، وبتكون شايفه ظل حد داخل من الشباك. وبيتم نشر اخبار موت كرويلا في الجرايد تاني يوم، لكنها بتفوق وبتلاقي نفسها نايمه في بيت جون اللي انقذها من الموت وسط النار. وبيقولها انه لقى كمان السلسله بتاعتها وسط النار وبيديها لها، وبيقولها ان السلسله جواها مفتاح صغير، وبتساله المفتاح ده بيفتح ايه. وبيقولها جون انه بيفتح الصندوق اللي قدامها، وبتلاقي كرويلا جوه الصندوق شهاده ميلاد لبنت البارونه. وبتستغرب كرويلا ان البارونه ليها ابنه ومحدش عرف. وبيقولها جون ان هي نفسها بنت البارونه، وبيحكي لها ويقول لها ان البارون كان راجل طيب جدا وكان بيتمنى طفله، بعكس البارونه اللي اتجننت اما عرفت انها حامل لانها شخصيه نرجسيه. وبمجرد ما ولدت بنتها كان جوزها في رحله عمل، وساعتها البارونه امرته انه يموت الطفله ويدفنها، ويتقال انها ماتت اثناء الولاده، لكنه ما قدرش انه يعمل حاجه زي كده. وكان من ضمن اللي شغالين في القصر ام ستيلا اللي خدتها وربتها معاها طول حياتها لحد ما حصل اللي حصل ووقعت من على الجبل وماتت. وبمجرد ما البارون عرف ان بنته ماتت اثناء الولاده مات من كتر حزنه عليها، واستولت البارون على كل حاجه. وبيقولها جون انها الوريثه الشرعيه لكل ثروه البارون، ومش بتصدق كرويلا اللي بتسمعه، وبتطلع من بيت جون وبتروح ناحيه النافوره، وبتفضل تتكلم مع مامتها انها بعد كل السنين دي طلعت بنت البارونه الشخصيه المريضه المختله دي، وبتاكد على مامتها انها مش هتبقى زي البارونه ولازم تصحح اللي حصل وتنقذ صحابها من السجن. وبيوصل للبارونه خبر انه بعد ما تم اطفاء المستودع بتاع كرويلا ما لقوش جثتها وما كانش لها اي اثر. وبتعرف البارونه ان كرويلا ممكن تكون لسه عايشه، وبيكون جاسبر وهورس زعلانين على موت صديقتهم وانهم ما قدروش يساعدوها لحد ما بيسمعوا صوت كلاكس عربيه عالي، وبتكون عربيه قمامه وسايقاها كرويلا، وبتدخل بيها في باب القسم اللي هم محبوسين فيه، وبينزل وينك منها وبيدور عليهم وهو ماسك اداه لفتح باب الحبس بتاعهم. وبتهرب كرويلا من قدام القسم عشان تخلي كل الضباط يجروا وراها وتدي فرصه لاصحابها انهم يهربوا من القسم بعد ما يفتحوا باب الحبس بالاداه اللي مع وينك. وبتدور على اصحابها وبتلاقيهم ماشيين في الشارع، لكنهم بيرفضوا انه يركبوا معاها لانهم متضايقين منها ومن طريقتها، لحد ما بتقولهم ان البارونه هي امها الحقيقيه، وبتاخدهم لبيت جون وبتشرح لهم كل اللي عرفته، وبتقولهم انها محتاجه مساعدتهم لانهم عائلتها الوحيده. وبيبداوا كلهم تنفيذ الخطه الجديده بتاعتهم وبيساعدهم جون. وبتنتشر الاخبار ان الموضه بتنتهي من بعد وفاه كرويلا واخبارها، وان ملهاش بديل
التمثيل ولا حتى البارونة قادرة تعوض خسارتها، وبيقدروا انهم يوصلوا لقائمة ضيوف حفلة البارونة الخيرية وبيوزعوا عليهم لبس وبيطلبوا منهم يلبسوه في الحفلة. وبيجي ميعاد الحفلة بتاعة البارونة وبتكون مجهزة نفسها كويس وبتحذر الحراس ان كرويلا ممكن تظهر في اي وقت، وبتاخد الصفارة بتاعة الكلاب وبتخليها معاها. وبيبدأ الضيوف انهم يوصلوا لكنهم بيكونوا نفس شكل كرويلا، وبيتم سحب كل الحراس بعد ما بيتم تبليغهم عن طريق مايك جون انهم يتوجهوا كلهم لقاعة المكتبة، وبمجرد دخولهم بيتقفل عليهم الباب وبيتحبسوا جوه. وبتطلع البارونة عشان ترحب بضيوفها وبتتفاجئ ان كلهم شبه كرويلا، وبتقدر كرويلا انها تيجي من ورا البارونة وتسحب صفارة الكلاب من ايدها بمنتهى الهدوء. وبعدها بتروح الحمام وبتتحول من كرويلا لستيلا وبتقف في نفس المكان اللي والدتها وقعت منه، وبتفضل تصفر بصفارة الكلاب اللي مع البارونة علشان تخلي الكلاب يجولها وساحبين البارونة وراها. واول ما بتشوفها بتطلق الكلاب عليها عشان يعملوا فيها زي ما عملوا في امها. ولكن بمجرد ما الكلاب بتوصل لستيلا بتأمرهم انهم يقعدوا، وبيقعدوا فعلا جنبها لانها كانت قضت معاهم وقت كتير ساعة ما كانوا موجودين معاها في مستودعها. وبتقول ستيلا للبارونة انها جايه عشان تطردها ورا القصر وتستولي هي عليه، وبتطلع المفتاح اللي كان في السلسلة وبتقولها ان المفتاح ده فتح الصندوق اللي شهادة ميلادها موجودة فيه وانها عرفت كل حاجة. وفي نفس الوقت بتكون الشرطة اللي كرويلا اتصلت بيهم قبل ما تيجي الحفلة وصلوا، وبيكون جون وارتي بيطلبوا من كل الضيوف انهم ينضموا للبارونة في الجنينة وبيشوفوا اللي بيحصل. وبتطلب البارونة انها تحضن ستيلا لانها وحشتها وبتقرب منها بالراحة، وما بتكونش عارفة ان كل ضيوفها بيراقبوها. وزي ما هو متوقع بتحدف البارونة بنتها من عصفور عشان تموت، وبيكون كل الضيوف والشرطة شاهدين على جريمتها، علشان كده بتدخل السجن وبتتحبس بسبب فعلتها. ولان ستيلا هي اللي وقعت قدام الضيوف ما كانش ينفع تظهر تاني. وقبل ما الحفلة تتم راحت ستيلا عشان تكتب كل ثروتها اللي هي ورثاها من ابوها البارون حسب شهادة الميلاد ما بتقول باسم صاحبتها كرويلا اللي اتعمل لها ورق رسمي باسمها. وبعد ما ستيلا اتحدفت من على حرف الجبل كان فستانها مجهز بمظلة بسيطة عشان تمنع موتها، وبتظهر كرويلا في الحفلة بعد ما بيتم انقاذها من البحر. وبيتم عمل جنازة بسيطة لستيلا اللي ماتت على ايد البارونة، وبتحضر جنازتها صديقتها كرويلا زي ما الأوراق بتقول. وبتستولى كرويلا على كل ممتلكات البارونة لأن ستيلا كاتبالها كل حاجة تملكها باسمها قبل موتها، وبكده بتكون كرويلا قدرت تحقق انتقامها وتستولي على كل ممتلكات البارونة. وبيكون كلب من كلاب كرويلا حامل، وبيتبعت كلب من الكلاب الصغيرة روجر، وبيكون كلب واسمه بونجو، والتاني أنيتا وبيكون كلبتها اسمها بيردي. ودول نفس أسماء كلاب وأبطال فيلم 101